السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أسبوع موفقة للجميع. في هذا الفيديو غنهضر على مجموعة من النقاط اللي كتخص فريقنا الوداد الرياضي. بداية بالتحكيم، كما لاحظنا كباقي الأسابيع، يعني كل مقابلة كيجريها فريقنا الوداد الرياضي ولا كتكون هناك يعني مجازر تحكيمية ضد فريقنا الوداد الرياضي، تحرمنا من ضربتي جزاء ومجموعة من الأخطاء يعني اللي شفتوا المقابلة ديال الحسنية أكادير. يعني الحكم تغاضى على مجموعة من الحالات التحكيمية، خلى الناس كيدخلوا بعنف. يعني التدخلات ديال السنغالي بكل صراحة كيستحق الورقة الحمراء في الشوط الأول. كاين مجموعة من التساؤلات ملي كتكرر هذه الأخطاء، كتسألوا علاش بالضبط فريق الوداد الرياضي اللي كيتعرض لمجازر تحكيمية. الخلاصة الوداد مستهدف مجموعة من الأشخاص على العصبة الاحترافية وما إلى ذلك. وكذلك إيران الرئيس السابق سعيد الناصري راه لبسوا هاد التهمه باش يبعدوه، والهدف ديالهم هو اطاحه فريق الوداد الرياضي، والايام بيننا. فسعيد الناصري غيخرج بريء من كاع هاد التهم المنسوبه اليه. هاد الناس داروا هكا باش يضروا الوداد، ماشي سعيد الناصري كشخص، وانما الهدف ديالهم يعني الوداد الرياضي. كاين جهات عليا الهدف ديالها الاطاحه بفريق الوداد الرياضي. ما غندخلوش في الحيتيات، وانما غنقول للجماهير ديالنا بان الوداد مستهدف على جماهير الوداد حمايه هذا الفريق. يعني واضح لكل عيان، كتشوفوا الحالات التحكيميه ديال ضربات الجزاء ديال مفيد بحال اللي تعطات في المقابله السابقه ضد الجديده. يعني كاين مجموعه من الحالات التحكيميه كتشوفها ضد فريقنا كتعطى ضربه جزاء ولينا حنا ما غاديش يعطوها، والعكس صحيح. يعني ضربه الطرد ديال بركان وماتي الطرد ديال الاتحاد التوالقه ما عطاش حمر. كاين مجموعه من الاشياء كنستخلصوها وكنقولوا بان الوداد مستهدف. نقطه ورجع للسطر، ما غاديش نهضروا باقي على التحكيم لان غيديروا ما بغاو. الى ما نضش جماهير فريق الوداد الرياضي الغيور على هذا الفريق، خص يحميو الفريق. على العموم غنهضر على الفريق الوداد الرياضي. النتائج فجميع الفرق الوطنيه حاليا يعني كاين تقارب في المستوى، تقارب في الاداء، حتى في صبر الترتيب راه ما كاين حتى شي فرق. يعني 9 8 7، يعني كلشي متقارب مع المستوى هزيل هذه السنه لجميع الفرق الوطنيه بدون استثناء. لا بركان اللي كنا كنقولوا غيكون واحد فريق كاوي ولا الجيش الملكي ولا يعني جميع الفرق، ما كنظنش بان يعني صبور الترتيب كيتزعمها الاتحاد التوالقه واتحاد طنجه، ما كنظنش غيستمروا. يعني بعد 3 4 دورات غادي ينزل وغتكون عاوتاني داك الصراع الكلاسيكي على صبور الترتيب. على العموم مستوى انا بالنسبه لي هو العكس، يعني الوداد هو المستفيد، لان باش تغير فريق 100% راه ماشي من السهل. راه بعض الناس كيقول لك جبنا لاعبين محترفين، راه صعيب وصعيب جدا باش تبدل الفرقه 100% وغادي يعطوك نتائج. راه ما يمكنش، سينو راه اي واحد غادي يمشي بحال الرئيس ديال باريس سان جيرمان غيشري لك 11 لاعب واعرين وغادي يدير يحصد في البطولات. ما يمكنش، راه كرة القدم ماشي بحال هكا. ضروري واحد الوقت باش ينسجموا اللاعبين، باش يهضموا خطه ديال المدرب. يعني والمدرب حتى هو كيتعرف على اللاعبين. ما يمكنش بين عشيه وضحى حنا يكون عندنا فريق متماسك، فريق قوي منسجم وغادي نحصدوا الالقاب. ما يمكنش، خصنا نصبروا على هذا الفريق ونصبروا على المدرب وندعموا الرئيس ديالنا. الرئيس راه كيتعرض لواحد الحملات شرسه من الضفه الاخرى ومن الناس الصحفيين الموالين لهذيك الضفه. اي حركه كيديرها والا كيبغي يشوشوا على الفريق، راه هذا ما مخلص، راه هذا. كتشوفوا المواقع اش كيلوحوا شي تفاهات ما عندها حتى معنى باش ياثروا على فريقنا الوداد الرياضي. ولكن اللي كيعجبني بان اغلب يعني الصفحات واغلب جماهير الوداد الرياضي كتساند في هذا الفريق وغادي في يعني الطريق الصحيح باش ندعموا فريقنا. البطوله مازال طويله وحنا يعني ما كما قلت راه بقى نقطه بين المتصدر يعني والثاني والثالث. كلشي يعني مستوى ضعيف جدا، بحال الوداد بحال الرجاء بحال الحسنيه بحال ما كاين حتى شي فرق بالنسبه ليا. كلشي هذه المره اللي ربح راه كيخسر على 2 مقابلات، كيربح 3 مقابلات. يعني المستوى ضعيف جدا. غياب الجمهور أثر على البطولة وأثر على الفرق، خاصة حين الوداد الرياضي اللي مستهدفين. كيف يعقل بأن أي مقابلة غنلعبوها حنا
كيمشيو لهذاك التيران كيقول لك السلطات كتمنع الجماهير في الخميسات سمحوا للتوارقه منعونا حنايا، في برشيد سمحوا للحسنيه منعونا حنايا. يعني كاين مجموعه من الاشياء اللي كتثير الشكوك كما قلت سابقا بان الوداد مستهدف والغايه ديالهم هي اضعاف الوداد، وكيتعطيو تعليمات للحكام باش يديروا مضغوط في فريق الوداد الرياضي. الرجاء هو البارح في واحد الموقع رسمي كيقول لك لا سيدي الوداديين كيشكيو وكيقول لك لا ما التحكيم خصنا ندعموا حنا التحكيم، حيت دابا نتوما ما مضرينش لان بالقشور كيدعمكم، من حقكم تقولوا بان التحكيم زين واللعب زين، لان اللي ما ماركيتوها كيماركوها اللعابه الاخرين في مرماهم. راه شفتوا لا المقابله الاخيره ولا المقابله السابقه ربحتوا باش اللعاب يعني ما عطاكمش حكم، راه اللعاب كيماركيها. السلام عليكم، كلشي باين وواضح. الوداد مستهدف من اجل عيون واحد الفرق اخرى باش ترجع عاوتاني للرياضه، ولكن هذا ما غيكونش لهم، لان اللي لاحظت بان الجماهير الوداد الرياضي بكل صراحه عجبتني، وكاين واحد التلاحم واحد الاتحاد. كاين بعض الصفحات وكاين هذا الشخص اللي خصنا نحاربوه، هذا الميكروب اللي يطيح من قيمه فريقنا ومن الرئيس ديالنا، هذا غنلوح لكم الفيديو ديالو. خص كلشي يحاربوا، لان هذا الشخص ما خصوش يكون بيننا، ما نسمحوش ليه يكون ودادي الا الى التراجع. واعتذر على هاد الفيديوهات اللي كيدير واللي كيعطي يعني يسب فيها الرئيس واللاعبين ديالنا ولا اللاعبين من ديفيزيون ما الى ذلك. هذا السيد خصنا نحاربوه جميعا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله. الوداد البيضاوي جيب لي اللعابه من دوزيام ديفيزيون، اللعابه كاملين من دوزيام ديفيزيون. لعاب واحد اللي يجيبوا لي في لوهافر وما تيلعبش في لوهافر. غنقول لك الا ما عندكش الفلوس ما تجيش للوداد، ما تشدش الوداد، حيت الا كنتي غتشد الوداد خص يكونوا عندك الفلوس.